قانون المرور بيقول إن ارتكاب فعل مخل بالآداب في السيارة دي مخالفة مرورية، عقوبتها الحبس من يوم لحد 6 شهور، والغرامة من 300 ل 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. الحبس هنا مش وجوبي، يعني القاضي هنا عنده الاختيار إن هو يحكم إما بالحبس وإما بالغرامة وإما بالاتنين مع بعض، وده طبعا على حسب جسامة الفعل. وارد جدا إن هو يكون، أو طبيعي جدا إن يكون المتهم هو سواق العربية، لكن ممكن يكون سواق العربية ومعاه شخص تاني، وممكن يكون شخصين أو أكتر من شخص غير سواق العربية هم المتهمين بارتكاب الفعل المخل بالآداب. لكن القانون قال هنا إذا سمح سواق العربية بأن يتم ارتكاب الفعل المخل بالآداب في سيارته، ده بعلمه وبإرادته طبعا، فبيتحمل نفس عقوبة المخالف أو مرتكب الفعل المخل بالآداب. طيب، في حالة بقى العود خلال سنة، يعني تكرار المخالفة في خلال سنة، فهنا العقوبة بتتضاعف، سواء عقوبة الحبس اللي بتوصل لسنة أو عقوبة الغرامة المالية. فما ترتكبش أفعال فاضحة في السيارة ولا تسمح بكده. وسلام.